السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك شكلك زعلان كده ليه؟ أبدا مفيش حاجة، بس امبارح واحد صاحبي كان تعبان ومتوفى، وحاسس من ساعتها إني مخنوق ومتضايق، خايف بعدين أتعب وأموت زيه. كل الزعل ده عشان حاسس انك ممكن تتعب وتموت؟ طبعا، الواحد لو مش هيخاف من الموت هيخاف من إيه يعني؟ هو في حاجة ممكن تخوف أكتر من الموت؟ طب روق كده وتعالى احكي لك على حاجة. قولي الأول، هو لو كل واحد فينا عارف هيموت ازاي وامتى، هل ده كان هيقلل من خوفنا؟ لا طبعا، بالعكس، ده كان ممكن يخلينا نخاف أكتر، وأكيد كنا هنعيش حياتنا كلها قلق وتوتر واكتئاب ومرض. شفت بقى، حتى لو عرفنا هنموت ازاي وامتى برضو ده مش هيقلل من خوفنا، لان الفكرة كلها اننا مش خايفين اننا هنموت ازاي، خوفنا من الموت نفسه، لاننا بنعتبر ان الموت بالنسبة لنا هو النهاية. كلامك صح طبعا، الموت يعني نهاية الحياة بالنسبة لينا. طب تعرف بقى ان ربنا ميز الانسان عن كثير من المخلوقات وخلقه عشان يخلد؟ إزاي يعني؟ إزاي هنخلك وإحنا في الأساس هنموت؟ ركز معايا كده شوية. الإنسان بيتولد وبيعيش فترة من الزمن، 20 30 50 70 100 سنة، بعد كده بنموت. ولو شفنا كل الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن مرحلة ما بعد الموت، لو أنت مسلم وموحد بربنا، إن الإنسان بيفقد الإحساس بالزمن في الفترة دي، سواء سنة 10 20 100 1000، حتى لحد ما ربنا يأذن لقيام الساعة، وقتها بنصحى تاني للبعث والحساب، وبعدها يا سيدي هنعيش حياة طويلة إلى ما لا نهاية. يعني معنى كده إن الموت مش نهاية، ده يعتبر مطب صغير ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة اللي هنعيش فيها إلى ما لا نهاية، صح كده؟ بالظبط كده، انت فهمتني. وده هيخلينا نعرف حاجة مهمة جدا جدا، ان الناس بتخاف من الموت مش عشان هو النهاية، ولكن عشان اكيد في سبب تاني. تعالى بقى نفكر شوية، ايه اللي ممكن يكون بيخلي الناس تخاف من الموت؟ ممكن مثلا عشان خايف على ولادي، أموت وأسيبهم لمين؟ وهيعملوا إيه من بعدي؟ لو كان ده السبب فأحب أطمنك إن ربنا قال في كتابه الكريم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والخبر الحلو إنك هتتجمع معاهم كلهم بعد الفاصل الصغير اللي بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وتعيشوا مع بعض إلى ما لا نهاية من غير فراق. ممكن كمان أكون خايف أموت عشان مش مستعد أقابل ربنا دلوقتي، وعندي ذنوب وبعمل معاصي كتير. طب ومستني ايه؟ ما تبدأ او تستعد من اللحظة دي. ايه اللي منعك بقى؟ اكيد كلنا بنمشي شوية صح وشوية غلط، بس طول ما عندك ايمان وعزيمة وخوف من ربنا ممكن ترجع لربنا. وخلي بالك اوعى تكون من الناس اللي بتبيع كل النعيم اللي ربنا وعدنا بيه عشان الشوية الصغيرين اللي بنعيشهم في الدنيا. معظم الناس بتبص على العمر على انه كل يوم بيخلص وكل نفس بيطلع منه ما بيرجعش تاني، وخايفين من الموت على انه النهاية الحزينة اللي هنوصل لها. مع انك لو حسبتها صح هتلاقي ان الموت ده عبارة عن نقطة انطلاق وتحول ليك من سجن الدنيا بابتلاءاتها وحزنها ومشاكلها وضغوطاتها والظلم اللي فيها وفقد الأحباب والمرض، للحياة الآخرة اللي هتكون فيها مع كل أحبابك وأهلك وأصحابك، بعيد عن كل حاجة من الحاجات اللي قلناها دي. صدقني لو حسبتها صح مش هتفرق معاك خالص الطريقة اللي هتتنقل بيها من سجن الدنيا لحرية الآخرة. كل اللي هيفرق معاك بجد ماذا أعددت لهذا اليوم. ربنا إدانا الخيار وساب كل واحد يختار بنفسه. أيوة، طب أنا كده استفدت إيه؟ أعمل إيه أنا دلوقتي؟ بسيطة قوي. أول حاجة وحد الله وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تشرك به شيئا. 2، لو عندك حقوق للناس ردها واطلب منهم العفو والسماح. 3، عندك كبائر أو ذنوب بطلها واطلب من ربنا المغفرة. بس كده يا سيدي، شفت الموضوع بسيط ازاي؟ لو عملت ال3 حاجات دول مش هتلاقي عندك أي سبب يخليك تخاف من الموت.
وكفاية انك تكون عارف انك هتقابل رب كريم اللي احن من الام على طفلها. وخليك دايما فاكر الحديث ده: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الله ينور عليك، الموضوع طلع بسيط اهو، وانا اللي مضايق نفسي وحزين ومكتئب. يا ريت بقى كل اللي لسه مكمل معانا الفيديو يكون استفاد. ولو حابب تعرف تشتري من حسن ولا من حسين، تابعنا الفيديو اللي جاي، وما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم بفيديو جديد وفكرة جديدة. دمتم في امان الله.